بسم الله الرحمن الرحيم. ما تيجوا أما نتناقش في جزئية مهمة. دول مربعين ودول مربعين، عشان كده 2 في 2 بتساوي 4، وعشان كده جذر 4 بيساوي 2، لأن ده مربع كامل. صح؟ صح. طيب أمال يا مستر لو كان جذر 5؟ جذر 5 ليس مربع كامل. طيب ما تعمله انت مربع كامل يا مستر. طب اعمله مربع كامل يعني اعمل ايه؟ الاربعه كان مربع كامل، دول 5 مربعات، يعني 5 مربعات اهو، 5 مربعات اهو. برسم بايدي وايدي مش مظبوطه اهي، دول كده 5 مربعات. طب ما هو كده مش مربع كامل يا مستر، ما انا عارف. يبقى انت هتكمله، هتعمل مربع كامل. يعني اعمل ايه؟ يعني حضرتك هتعمل هنا مربع كده مستطيل، هتعمل كمان مربع وكمان مربع وكمان مربع وكمان مربع وكمان مربع وكمان مربع وكمان مربع. الله، يبقى انت كده عملت ايه؟ عملت مربع 2 3 4 5. يبقى جذر 5 اقرب جذر ليه كان 4، يبقى هيساوي 2 زائد، كان في زياده 1 على 5، 1 على 5 كان في زياده 1 على 5. يعني 2، اعتقد الخمسه عباره عن كام؟ الخمسه عباره عن 2 من 10، صح؟ يعني هتطلع 2.2 من 10. جميل. طيب لو عندي جذر 9، طيب جذر 9 عباره عن 3 في 3. طيب جذر 9 3 في 3، تعالى نمشي دي كده اهو. جذر 9 عباره عن 3 في 3، ادي 3 شيل الاول، وادي كده التسعه اهو التسعه اهو، برسم بايدي اعذروني، وادي برضه نفس الكلام اهو. يبقى 3 في 3 بيساوي 9، عشان كده جذر التسعه مربع كامل بيساوي 3. طيب يا مستر لو جذر 11 بتزيد على 9 مربعين، يبقى انت هتزيد هنا مربعين. ايوه هزيد مربعين اهو مربعين. طب ما كده مش مربع كامل يا مستر، انت اللي هتعمله مربع كامل. يعني ايه؟ لو زدنا هنا كمان مربع كده مستطيل ما ينفعش، هتزود كمان مربع وكمان مربع، يعني كده اهو مربع اهو مربع. يبقى كده اصبح 4 ضرب 4 بيساوي 16. صح؟ قول صح. انا عايز جذر ايه؟ انا بقول جذر 11. جذر 11 يبقى جذر 11 اقرب شيء له كانت التسعه. اقرب شيء له كانت 9، عشان التسعه بعدها 10 11، يعني عباره عن 3 زائد، كان في زياده ايه؟ كان في زياده مربعين، 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 3 زائد 1 2 يبقى 2 على 7. يعني انت ممكن تقول تساوي 3 و2 على 7. ها، انا مش عايز استعمل الآلة الحاسبة، احنا عايزين نوصل بطريقه جميله ولطيفه. طيب لو عندي جذور كبيره مثل زي 17 69 و11، انا هقعد اعمل مربعات؟ لا، هديك قانون في الجذور نمشي عليه. القانون بيقول لي لو عندك جذر الايه عدد غير نسبي، يعني ليس مربع كامل، قال لي هتجيب لي A زائد B اقرب جذر ليه على 2 الجذر التربيعي للبي اللي هو مربع كامل، يعني الايه ده غير كامل، يبقى A زائد المربع الكامل على 2 في جذر 2B. تعال نطبق الكلام ده. طيب 17 هتبقى عباره عن 17 اقرب جذر ليه تقريبا 16 اللي قبله على 2 في جذر 16، صح؟ يعني هتبقى طبعا دي هتبقى 2 في 4 ب 8 تقريبا كده، وعندي فوق 17 زائد 26 هتساوي كام؟ هتساوي 33. يعني فيها الأربعة ويتبقى 1 على 8، 4 ويتبقى 1 على 8. طبعا احنا عارفين ان التم ب 125,000، يعني هتبقى عباره عن 4.125. طيب برضه نفس الكلام، خلاص امشي بنفس الطريقه. نيجي لل 69، معلش نشيل دي 69، ما خلاص اقرب لها حاجه 64 جذرها كام؟ جذرها 8 زائد
هيتبقى كام بعد 64؟ هيتبقى 5 على 8. لا مش 5 على 8، 5 على 2 في 8. 2 في 8 ب 16. يعني هتساوي تقريبا 8. اعملها على الآلة أو اقسم 5 على 16 هتطلع تقريبا 3 2 1. 3 وبعدين 1 2 كده. طيب نفس الكلام 111، نفس الكلام 111. خلاص مشي القاعدة على الكل. يبقى القانون ده يجيب لك أي عدد غير مربع كامل. هتاخد هذا الجذر زائد المربع الكامل على 2 المربع الكامل. أشوفكم في فيديو